الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة الفيلالي للعقار والاستثمار، كنشكروا الجميع على الرسائل ديالكم وعلى التعليقات ديالكم. اللي ما جاوبناش يسمح لنا، لان راكم عارفين الضغط والوقت. حنا كنحاولوا نرضيو الجميع، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا جهد إلا جهد الله سبحانه وتعالى. اللي ما جاوبناش يسمح لينا، احنا عندنا الناس كلشي بحال بحال، وما كيسول فينا غير اللي كيبغينا. وخلي هذوك الناس اللي بغض النظر على اللي عارف، كاين شي بعض الله يهديهم، طلبوا لهم الهداية، يعني مكيكونش غرضهم بشي حاجة وكيضيعوا لنا الوقت. كنخسروا الناس اللي عاوتاني يستحقوا اننا نعطيوهم الوقت ديالنا. كاين ناس في الحقيقة يستاهلوا كلش، يعني حتى لا ضيعنا معاهم الوقت كيقدروا. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. بالنسبة للعروض اللي راها كاينة، الحمد لله راه متوفر العروض ديال السكن المدعم، متوفر يعني بكثرة من عند المقاولين اللي هما كنعرفوهم كيمتازوا بالجدية والمصداقية والجودة. حنا مكنتعاملوش مع شي واحد اللي مشبوه ولا عرفنا فيه يعني شي حاجة د الغش، هذاك ما كنتعاملوش معاه. الحمد لله الناس اللي جربونا راهم تيثقوا فينا وكيصيفطوا لنا عاوتاني كليان كنخدموا معاه. والسمعة هي راس المال، كما كنقولوا الصدق هو راس المال، هو راس المال ديالنا. يعني معاملتنا مع الناس هو راس المال. كل ما كنتعاملوا مزيان، كل ما كيشكروك الناس اخرين وكيجيوك ناس اخرين. العروض اخرى كتعلق بالاراضي التجهيز حتى هي متوفرة. يعني اللي كيهمو الامر، كاين ملفات يعني في المستوى وفي المواقع الاستراتيجية مهمة، يعني اللي استثمر فلوسو راه غيرجعهم مضاعفين. هذه بالنسبة للناس اللي متخصصين في التجهيز. وبالنسبة حتى للوسطاء اللي كيخدموا معنا، كنتعاونوا مع بعضياتنا. حنا حتى واحد ما خدام عند شي واحد، كل واحد كياخد الكوميسيون ديالو. طبعا هذا حلالا طيبا من عند الله تعالى. الواقع اللي هو كاين ما كنزيدو فيه ما كنقصو. يعني المعلومات الدقيقة راه كنخبروا بها، ما كنزيدو ما كنقصو. يعني الا صلحت وسلكات المشتري فتبارك الله، راه كيدرس الملف ديالو وكياخدو. اما فيما يخص الأراضي الفلاحية،
الحمد لله متوفرين على بعض الملفات. داخلين عندنا ملفات حتى هي في المستوى اللائق، يعني من ناحية الثمن والموقع والأرض صالحة يعني للفلاحة، أو بالنسبة حتى للزراعة، أو في عدة مناطق في عدة مدن. هذا الشيء متوفر الحمد لله عندنا. وبالنسبة للأشياء الأخرى، مسائل ديال منتوجات وهذيك، يعني كلها الحمد لله. يعني راه كاين المندوبين ديالنا، كل واحد راه مكلف في البوست ديالو. بطبيعة الحال السر ديالنا هو رابح 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 البائع اللي كيبيع، ورابح المشتري، ورابحة الوكالة ديالنا واللي كيتعامل مع الوكالة ديالنا بالنسبة للوسطاء والسماسرية، يعني السماسرة بمعنى آخر التجار. كل واحد كياخد النسبة ديالو، وكل واحد كياخد اللي قسم ليه الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني فقط حنا كنديرو غير الأسباب، أما الرزق راه بيد الله سبحانه وتعالى. الناس اللي كيخلصونا كنشكروهم بزاف من كل قلبي، والناس اللي كياكلونا في رزقنا راه كنقول لهم من هذا المنبر إلا سامحهم الله راه حنا مسامحينهم. علاش؟ نقدو نسامحو، ولكن راه كيضيعوا فرص على ناس اخرين. بطبيعة الحال المدخولات اللي كتدخل ماشي لينا شخصيا او للاشخاص اللي تعاملوا معه، يعني راه كيستافد منها بزاف ديال الناس. كيستافدوا منها المساكين اللي كيكونوا محتاجين، كيستافد منها الدولة كتخلص الضرائب، بغض النظر على الرواج اللي كيوقع في المحيط اللي كيكون داير به. زائد انه الانسان انه كيكون يعني اللي استفد، يعني كيستافد يعني بالمال ديالو، يعني بالخلصة ديالو، يعني كيستافد منها، كيعرف ما يدير. ممكن يستثمرها، ممكن كما قلت يعيش بها مزيان ويعيش معها ناس عائلات. لهذا هادوك الناس اللي كيفكروا انه السمسار ما يعطيوش رزقه ولا هذا، راه امر خطير، راه ماشي سهل. راه كانه راه بحالو بحال شي واحد دار لك شي خدمه بهاد العباره، يعني سيرفيس ان سيرفيس. دابا السيرفيس مشيتي عند الطبيب مثلا كيدير لك السيرفيس، يا اما كيقدر غير كيتحاور معاك، كيكتب لك ورقه كتخلصو. تمشي عند اي مجال من المجالات كيدير لك شي سيرفيس راه كتخلصو. كتجي عند السمسار لانه بعض الاحيان كيوريك الصح من الغلط، وكيساعدك في الحاجه اللي تناسبك، في الحاجه اللي انت كتقلب عليها، يعني دوك المواصفات، يعني كيقربك ليهم حتى ل 99%، او بعض الاحيان حتى ل 100%، او احسن مما كتكون كتوقع. لا من الجهه ديال تكون الجوده او الموقع او الثمن.
يعني مسائل خص بنادم يخدمها بالعقل. وهذا الباب هذا دينيا بلا ما نهضروا فيه، لاننا كاينين اللي هما اولى منا، ممكن تبحثوا في الدروس الدينيه عند العلماء، كمثلا اللي بحث في الدروس ديال الاستاذ الانصاري رحمه الله، تكلم على السمسار. يعني الانسان يبحث ويشوف ديك النظره اللي كيديروا المجتمع، كي كيفكروا بها، خصو يغير هذاك. وما كاينين الناس الحمد لله، ولكن قلال. يعني في كل واقع هادشي اللي كنعيشوه قليل، كنبذلوا مجهودات كبيره ونحاولوا نخليو الانسان على خاطره. وراه تقريبا واحد نقدروا نقولوا 3% من الناس اللي كيخلصوا، يعني بخاطرهم. هذه الا يعني كما كنقولوا الناس اللي عاطينها بالقلب السميح كما تنقولوا، يعني عاطيها وفرحان. وواحد 2% ولا 3 اخرى نقدروا نقولوا كيعطيوها يعني بحال لا، غير ما لقاوش كيفاش يديروا، يتحايلوا عليك او لا. والشيء الاخر الله يهدي ما خلق، هادشي اللي غنقولوا، الله يهدي ما خلق. على الاساس هذا ماشي موضوعنا، دخلنا في هذا الموضوع ديالنا هو مع الناس ديالنا والحباب ديالنا اللي مهتمين بالعقار والاستثمار. يعني بغيناهم يتواصلوا معنا، ولكن يسامحونا لما تأخرنا على الأجوبة ديالهم. وكل واحد راه نعطيوه وقته، وراه ان شاء الله غادي يتزادوا مساعدين اللي غادي يتكلفوا باش نحاولوا نرضيو كل شيء. يعني نتوما عاونونا بشويه بشويه، وحنا ان شاء الله رحنا في راه الاشاره في اي وقت، وفي الخدمه في المواطنين ديالنا وفي الوطن ديالنا الحبيب. الحمد لله البلاد ديالنا كنبغيوها، كنبغيو ناسها، بغض النظر على الناس اللي كما كنقولوا كيحقدوك فيها، لكن بغينا نشوفوها بواحد الصورة اللي هي نقية ومزدهرة ومتقدمة ومتحضرة. وهادشي الحمد لله راه غادي في الاتجاه الصحيح، سواء من الوكالة ديالنا او لا من بعض الوكالات اللي كاينين تيخدموا حتى هما بصدق وشفافية، وتيبغيو هذا الوطن وتيغيروا عليه، وكيجيبوا مستثمرين من خارج المغرب، يعني اللي كيدخلوا العملة الصعبة كما تيقولوا لها كيسموها، باش البلاد تزدهر. هي الاساس من كل شيء كله. الفلوس ماشي هي اي فلوس، الفلوس خصها تكون نقية، يعني ما تكونش مشبوهة، كل انسان عارق عليها او لا، يعني خادم عليها او لا، وارثها عطيها له الله. المهم تكون شرعية ديال الله، مرحبا به معنا، عطا الله ما يدار، موجود الخير الحمد لله. الخير موجود في المغرب كله، موجود ناس اللي راهم مستعدين يعني الشركاء، يعني شركات مستعدين يديروا
شراكات، يعني إلا كاين اللي يتعاونوا ببعضياتهم حنا نلاقيوهم واعر. وجود شركات واجدين للبيع، موجود، الخير موجود، خاص اللي يخدم هاد البلاد هادي. الخير موجود، أراضي موجودة، العقارات موجودة، يعني لوكالات موجودين. بالنسبة للمحلات التجارية موجودة، كل شيء موجود. الإنسان خصو غير يتوكل على الله، ما يخيبش، ربي كبير سبحانه وتعالى، فمن توكل على الله فهو حسبه. الحمد لله راه كل شيء عندنا موثق بالوثائق، وكل شيء أغلبية عندنا المحفظ أولا العدلي، بالنسبة للحوايج اللي هما موثوق منهم، يعني الناس موثوقين. الحمد لله الخير موجود، فما تبخلوش علينا ودعمونا. ما تبخلوش علينا بالبارطاج وبإعجاب، تعليقات تكون زوينة. كنشكركم على حسن الاستماع وحسن التتبع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، مع تحياتي للجميع.